سؤال يا جماعه، الناس اللي عايزه تبدا في مجال التصوير او في مجال الكاميرات او في مجال تصوير المنتجات او اي مجال فيه كاميرات، انت ليه ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ طبعا انا عارف ان في ناس بتخش وتحبطك تقول لك لا اصل التصوير ما بيجيبش، اصل التصوير ما بيعملش. يا جماعه الصوره النهارده بتصور ب 30 جنيه وب 25 جنيه من كاميرا عاديه زي دي، كاميرا ب 10000 جنيه بتصور الصوره ب 30 جنيه وب 25 جنيه. يعني لو صورت في اليوم 30 صوره بس، مش هقول لك صورت مثلا 50 صوره ولا 100 صوره، في ناس بتصور بال 1000 صوره في اليوم، تمام؟ طبعا لو في منك جنب منك في كافيه كبير شويه، او في لو جنب منك نادي، او في لو جنب منك قاعه افراح او اي حاجه من الحاجات دي، انت لو نزلت صورت فيها اقل حاجه في اليوم هتصور اكتر من 1000 صوره، تمام؟ فانت النهارده بقول لك لو صورت بس 30 صوره، اضرب 30 صوره في 20 جنيه بس مش في 25، شوف المبلغ هيطلع لك قد ايه. فانت النهارده انت مستني ايه؟ الناس اللي عماله تضحك عليك وتقول لك لا ما تشتريش كاميرا اصل مش هتدخل لك فلوس، اصل انت مش فاهم فيها. الكاميرا مش محتاجه ان انت تكون فاهم، تمام؟ الكاميرا فيها حاجه اسمها وضع اوتوماتيك، زي ما انت شايف كده انا جايب الكاميرا على وضع اوتوماتيك. دي كاميرا عندنا اسمها 600 دي كسر زيرو، زي ما انت شايف كده. انا مش طالع اعرض الكاميرا والله، انا طالع بس افهمك حاجه. كل اللي عليك انت تفتح الكاميرا كده اهو، انا فتحت كل حاجه قدام منك اهو، تمام؟ هنلقط صوره اهو، هلقط صوره قدام منك. كل حاجه دلوقتي في الكاميرا معموله اوتوماتيك، الكاميرا نفسها معموله على الوضع الاوتوماتيك، والعدسه نفسها معموله على حاجه اسمها وضع اوتوماتيك. يعني كل الكاميرا كل اللي عليك انت بس بتضغط على الزر بس، ده اللي عليك. ان انت كل اللي عليك اهو، انا قدام منكم اهو، ادي الصوره يا جماعه. الصوره مش محتاجه اي احتراف مني، ما عملتش اللي محدش عمله. كل اللي انا عملته بس اللي انا ضغطت على الزر بتاع الكاميرا، والصوره زي ما انتم شايفين كده. شوفوا الصوره عامله ازاي. فانت كل اللي عليك ان انت هتاخد الكاميرا، هتلقط الصوره، هتطلع الصوره من كارت كوموري، من كارت ميموري يا ربي، هتديها لصاحبها، هتاخد منه ال 20 جنيه او ال 25 جنيه. انت ما عملتش حاجه، وكل حاجه في الكاميرا معموله اوتوماتيك. يعني انت كل اللي عليك انت بس بتضغط على الزر زي العربيه الهيدروماتيك كده. انت كل اللي عليك ان انت ماسك الطاره وماشي، تدوس فرامل وتدوس بنزين بس كده، ما تعملش اي حاجه ثانيه. دي برده نفس النظام، اللي انت بس بتفتح الشاشه، تركب كارت الميموري، تفتح الشاشه، تضغط على زر الكاميرا تصور معاك، هتطلع صوره تفضل صاحبها. مش محتاجه منك فتوى، انا مش محتاجه تكون فاهم، ده لو انت مش فاهم خالص يعني، تمام؟ ولو عايز تخش مجال التصوير وبتقول مثلا انت مش فاهم وعايز اي شويه اساسيات في التصوير، يا عم كلمنا على الواتساب وانا هساعدك والله العظيم، واقسم بالله هساعدك بكل معاني. وما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يقول لك الكاميرات ما بتدخلش فلوس. اصل الشغلانه دي مش حرام، واسال شيوخ. ناس كتير جدا شغاله في التصوير، عايز اقول لك ناس كتير جدا بتدخل في اليوم الواحد اكتر من 7 8000 جنيه من التصوير. في ناس عندها اصلا ورش تصوير بتدخل، يعني مش عايز اقول لك ارقام، تمام؟ بس عايز اقول لك ابدا في مجال التصوير، ده مجال كويس جدا. لو انت مثلا عايز تشتري كاميرا او انت متردد في شراء كاميرا او الكلام ده كله، اشتري وما تخافش. لو عايز اي شويه اساسيات، احنا دايما بننزل في القناه بتاعتنا دي تعليمات عن التصوير، فحتى لو التعليمات دي مش نافعاك وعايز تكلمني مباشر، خش كلمني على الواتساب، هسيب لك الرقم بتاعي في الفيديو ده، وخش كلمني وهديك شويه اساسيات تمشي عليها وتشتري كاميرا وتوكل على الله. مش لازم تشتري مني والله، بس انا طالع عامل الفيديو ده لان ناس كتير بتخش تكلمني، الاقي بيقول اصل مثلا واحد صاحبي قال لي ما تجيبش اصل الكاميرا مش عارف ايه، اصل واحد ابن عم، اصل جارنا مصور ورحت